السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للجميع. اليوم راح نسوي لكم وصفة كلش سهلة بسيطة وبنفس الوقت راح تشوفوها كلش حلوة. خلونا نبلش بالمقادير. بالبداية نسوي العجينة. راح نجيب نص كاسة من الزيت النباتي، نص كاسة حليب، وراح نضيف كوب واحد من المي، ونخلي ملعقتين سكر، نص ملعقة وسط من الملح، وملعقة طعام من الخميرة. نخلطها شوية وبعدها نضيف 3 كاسات ونص من الطحين. هاي المقادير لا تنقصون ولا تزودون من عندها نهائيا. راح نعجن العجينة. طبعا العجين راح يكون عندكم أقل من المتوسط بشوية. تعجنوها كل زين بهاي الطريقة اللي واضحة قدامكم، طبعا حتى تصير كلش ناعمة عندكم. بعدها راح أغطيها بالنايلون وأخليها ترتاح لمدة 10 دقائق. بعدها راح نجي نقطعها. طبعا التقطيع راح يكون الحجم كلش صغير، يعني هسه راح تشوفون الحجم تقريبا 30 غرام. إذا يشتغلون المعامل وغيرها نقطعها 30 غرام. بهذا الشكل راح نقطع العجينة كلها. بعدها راح نكورها. طبعا طريقتين للتكوير. هاي الطريقة السهلة، اللي ما يعرف يكور على بالإيد، هاي الطريقة كلش سهلة تقدرون تسووها، أو إذا تحبون اللي يعرف يعني يقدر يكور بالإيدين. راح نصفطها بالصينية بهذا الشكل. طبعا بعد ما نكور العجينة كليتها راح نخليها بالصينية. طبعا حاليا الفرن لا تشغلوه. بعدها راح نضغط العجينة بهذا الشكل، يعني ضغطة كلش خفيفة بكف الإيد نضغطها. بعدها راح نجيب صفار البيض وندهنها كل العجينة هسه مثل ما واضح قدامكم. بعدها راح نجيب حبة البركة اللي هي حبة السوداء طبعا، وراح نجيب السمسم. راح نغطس العجينة كليتها. طبعا حسب الرغبة، تريدوها بالسمسم، تريدوها خلط سمسم وحبة سوداء، هاي الشيء راجع لكم، يعني شغلة اختيارية مثل ما واضح قدامكم. طبعا بهالأثناء بعد ما نخلصها راح نخليها برا، يعني ما ندخلها بالفرن، نخليها ترتاح وتخمر عندي تقريبا 20 دقيقة. بعد ما تختمر شوية راح أذبها بالفرن على درجة حرارة 200 فوق وجوا، نخلي الصينية بالوسط. راح تستوي عندكم بهاي الطريقة. نعوفها تبرد راح تشوفوها شلون طرية، العجينة كلش طرية. بعدها راح نجيب بعد ما تبرد هنا، إذا تلاحظون شلون قطعتها بالسكينة، سكينة مول منشار، لا تقطعوها من الوسط، لا خلوها فوق الوسط بهذا الشكل. شوفوا، مو من الوسط، من فوق بهذا الشكل، حتى من نحشيها الحشوة تكون تبرز الحشوة مالتها. راح نقطع كل الكمية. بعدها راح نجهز الحشوات. أنا هنا استعملت الجبنة البيضة، يعني الجبنة البيضة طحنتها، خليتها شوية ملح، أو إذا كانت مالحة عادي تدخلون الملح، ونضيف لها شوية زيت وشوية مي. راح تصير عندي مثل الكريمة بهذا الشكل. غطسها شوية، هاي يعطيها شكل بالمعدنوس. وهاي الحشوة الثانية راح نخلي هاي الطماطة صغيرة، ونخلي جبنة التوست البيضة، مو الصفرة، البيضة. وهذا الشكل راح نخلي الخيار. يعني هاي الشغلات التزيينية كلها اختيارية، بس شنو هاي راح تصير على سفرة الأكل بالوجبة الإفطار بالذات كلش حلوة، وتعطيها جمالية للسفرة. طبعا لازم تجربوها هاي مثل ما واضح قدامكم. طبعا يا اخواني، اللي اريده من عندكم اتمنى تشاركون المقطع وتسوون لايك للمقطع، واذا كنت جديد جاي تشاهدني على الصفحة اتمنى تسوي لي متابعة، ولا تنسون الاشتراك عندي على قناتي باليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله.